اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ريفيوهات. انا حسن عبد الحميد وعلى السريع ومش هطول عليكم كتير. ان مسلسل سيد الناس. مسلسل سيد الناس، انا وقفت معاكم ووقفنا سوا ان فتحية اتنقلت فيلا شيخ زايد. مين يعرف بقى؟ مجدي عرف، راح طبب عليه، راحت فتحية سوبر وومن راحت هبدة بالشومة، وبعد كده بقى راحت ماسكاه لحد ما مين جه، لحد ما جرحي جه. فضلت مهدده بالسكينه انها هتذبحه، بس قصاد ده ان جرحي يجاوبها على كام سؤال تساله. ما هو برضو من الحاجات اللي فقعت مرارتي في الحلقه دي، هي فتحيه بتسال الجرح اخر سؤال، بتقول له لو جاوبت عليه مش هذبح مجد. تساله بتقول له اول هديه جبتها لك كانت ايه يا جرح؟ يا ستي واحنا من الراجل دلوقتي في موقف هيتذبح وحاله منيل بستين نيلة، والتاني خايف على اخوه. احنا مالنا احنا ومال هداياكم دي؟ برضه واسعة قوي. ومن ضمن برضه الاحداث اللي كانت قنبلة، موت ادهم ابن الجرحي. وشوفوا بقى الجبروت بتاع مجدي راح حابس سيد الناس، او حابس يعني الجرحي، وقال ان هو اللي ذبحه بدل فتحية، فما خلاهوش يحضر ولا دفنة ولا عزب. بس احنا برضه عندنا نقطة تالتة، برضو دي كانت واسعة قوي بالنسبة لي. مجدي قرر ان هو يخرج الجرحي خلاص، ويقول انه كان بيخرف ومش الجرحي هو اللي ذبحه. انا قلت بس مع الموسيقى طن 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 دي، قلت بس هو هيخرج من السجن من هنا هيوريهم ايام كحلي. بس خرج من السجن عمل ايه؟ راح لابنه طبعا، بما انه محضرش الدفنة فراح للمدافن. انا هنا بقى في نقطة شفتها انها زيادة شوية. زيادة في ايه بقى؟ يعني انا ابني خلاص اتدفن وخلاص ودفنته خلصت وهذا خلص، حتى لو انا ما حضرتش، ليه انزل وافتح التراب وانزل له تحت مع النعش؟ ليه؟ طب ما هو ده اصلا حتى لو ده مسلسل هو ده حرام. طب ما انا ممكن اتكلم معاه من فوق من غير ما افتح، زي ما بنتكلم احنا مع الميتين دايما في التراب، من فوق بنخش نقرا لهم الفاتحه ونتكلم عادي. ليه انزل لغايه التراب تحت؟ حاسس انها يعني ما كانش ليها لازم. انا عارف ان هو ابنه محروق عليه وكل حاجه، بس مش لدرجه كده. هنيجي بقى لنقطه المنجم. الجباس اللي هو احمد زاهر راح حط ايده على المنجم، وانه المنجم بقى بتاعه خلاص عشان ما يقسمش فلوس الذهب اللي هتطلع مع الجرح. راح الجرح متفق مع رجالة احمد زاهر ان هم يغفلوه وياخدوا الذهب ويجروا. بس انا برضو في نقطة عايز اتكلم فيها. اكتشفنا بعد ما ادهم مات، ميادة قالت ان هي وادهم، اللي هي ملك احمد زاهر يعني، ان هي وادهم اتجوزوا قبل ما يموت، وراحوا هيصوا مع بعض. انتوا فاهمين طبعا يعني ايه هيصوا، مش محتاج اوضح. راحوا هيصوا مع بعض في شقة واحد صاحب ادهم. طب يعني بعد ما قال لها انا مش انا عايز ابعد عنك، وابوكي احرج ابويا بعد ما جاله لحد بيته عشان يتقدم، وانا مش هعرفك الاحداث سريعة جدا والاحداث كتيرة جدا، مش عارف اقول يعني. فاهمين قصدي؟ يلا همشي اكلكوا الريفيو الجاي. باي باي.